لما بنطلع من أي علاقة في الدنيا وبنتعرض فيها للخذلان، فبنبدأ نحكي القصة من منظور الضحية. فببدأ أحكي وأنا ضحية لأني متألم لدرجة إن ببقى نفسي أتقيأ بقلبي، يعني أطلع قلبي أرميه بسبب كم الألم والوجع اللي أنا حاسس بيه ومش قادر أستحمله. فمجرد حد يقولك مالك تبكي، مجرد حد يقولك مالك تداري دموعك، مجرد حد يقولك مالك ما تبقاش قادر تتكلم مع حد وتلجأ للانعزال. ألذ حاجة على العقل إن هو ما يطلعش برا الكومفورت زون، يتلذذ بالألم. وعلشان كده التشافي صعب، والتشافي طريقين: يا إما تشافي بالوقت، وده مدمر للنفس، لأن خلال فترة الوقت اللي انت فاكر انك بتتشافى او بتنسى، بتيجي اضطرابات ومشاكل نفسية وبيجي مشاكل في الواقع، لانك قررت انك تتشافي بالوقت، والوقت ده مش بيشافي حاجة. الوقت ده بيزود الطين بلة والغضب أكتر والألم أكتر والحزبان عليه أكتر، وتلاقي نفسك بدأت تقول إنك هتتشافى وتتفرج على فيديوهات توعية نفسية، فتلاقي أول حاجة بتعملها إنك بتكتب حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل دي ما بينك وما بين ربنا وفي سجادة الصلاة، مش في كومنت. فتلاقي نفسك مش قادر، اللي هو أنا عايزة أطلع وجعي، لأن خلاص العقل الكومفورت زون بتاعه التلذذ بالألم. أما الطريق التاني في التشافي فإنه صعب وناس كتيرة ما بتقدرش عليه، لأنه أنا مش بعالج السيتويشن أو الخذلان اللي أنا تعرضت له، إحنا بنجيب الجذر بتاع المشكلة. فالتشافي ما بيبقاش سهل، فأنا لسه هبدأ أفتكر حاجات أنا أصلا بهرب منها، أنا أصلا مش عايزة أفتكرها، أنا أصلا بتوجع ولسه عندي حالة غضب أو حالة قرف أو حالة عار لما بفتكرها. فتلاقي نفسك لما تتفرج على فيديو وحد يضرب في حاجة عندك مفتوحة، تلاقي نفسك بتهاجم، ودي ما بتبقاش مهاجمة، دي بيبقى الجرح مفتوح، فانت مش قادر تستوعب ايه القرف اللي انت بتقوليه ده، الزفت اللي انت بتكتبيه ده، انت مش فاهمة، انت بلح، لانه انا بدوس على حتة عندك مفتوحة انت مش عايز تبصلها لانك مش عايز تتشافى. فالتشافي صعب، التشافي مش سهل، هي رحلة، وعلشان تكون مستعد ليها انت بتسأل نفسك سؤال: هو انا عايزة اتشافى ليه؟ انا عايز اخش وعي ليه؟ اخد وعي ليه؟ عايز اتغير ليه؟ لانه الانسان لما بيقرر ان هو يتشافى وياخد رحلة الوعي، الرحلة بتبقى صعبة بس ممتعة جدا، لانك بترجع لذاتك الحقيقية، بتكتشف نفسك. فلما تيجي تحكي القصة بتاعت الخذلان بعد كده، انت جزء منك كبير بيحكي وهو مسؤول مش ضحية، والاجو بتاعك بيبدأ ينزل تحت، فبتبدأ تحكي ان انا لازم كنت اتعرض لده علشان ابقى بالشكل ده. واكبر عدو ليك هو دماغك، اكبر عدو للانسان هو العقل الباطن، لانه هو اللي بيحركك، فمش عايزك تطلع بره الكومفورت زون. والشيطان بيلعب على حاجة حلوة قوي اسمها تعظيم المفقود. أصلي أنا لو كنت وصلت لده كنت زماني بقيت في حتة تانية خالص، وأكن دي النقطة الفاصلة لسعادتك. لو كنا فضلنا مع بعض وأنا بستحمله وكنت كويسة، كنا زماننا دلوقتي متجوزين. لو كان بس فكر إن هو يفهمني صح، كنا زماننا بقينا سوا. تعظيم المفقود، وانت بتسيبه وبتتلذذ بالألم. فعلشان بجد تتشافى ومش بالوقت، وتفهم يعني ايه التشافي، انت محتاج الاول تفهم نفسك، محتاج الاول تقعد تحط بوينتس، انا عايزه اتغير في ايه. اصل انت ما فيكش عيوب، انت مش نازل بجناحات من السما، انت مش كلك مميزات، انت مش فاهم كل حاجه، احنا بحر كبير واحنا نقطه فيه. فلما بتفهم بتوعي، فبتبدأ تعرف هو أنا بنتقد ليه، هو أنا زعلان ليه، هو أنا حاسس بالخذلان ليه، هو أنا متضايق ليه. غير كده هتفضل تتلذذ بالألم وما تعرفش تطلع بره منطقة الراحة اللي العقل صدرها لك واللي الشيطان بيلعب فيها معاك.